السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. النهاردة يا جماعة جايبلكم المشروع دوت. والله العظيم أقسم بالله إن ده أفضل مشروع أنا عملته، أفضل من التسمين في الأبيض، أفضل من الأعمار إن أنا أطلع أعمار. ما شاء الله دورته صغيرة. الربح بتاعه سريع جدا. أنا اللي أضمن لكم 100% إن أرباحه عالية ودورته قصيرة ومش مكلف خالص. ما شاء الله. أنا طبعا جبت في المكان ده، جبت كده دورة صغيرة، يعني شوية فراخ بلدي هجين، كتاكيت بلدي هجين، على كتاكيت رزي، على شوية بط كده صغيرين، على طبعا شوية أبيض. ما شاء الله طلعت معايا الدورة. يعني حضنتها في المكان طبعا. الدورة ما كملتش معايا، يعني طبعا بتطلع على 45 يوم. الدورة دي احنا لو اشتغلنا طبعا في التسمين، انا شغل تسمين طبعا على حسب الزبون ما بيطلب. الزبون بياخد مثلا فراخ بلدي، بياخد بط، بياخد فراخ بيضة كده، انا جايباها مشكلة عشان يبقى ايه، عندي الزباين كلها بتتراضى، يعني كل اللي بيطلب حاجة بيلاقيها. لو احنا عندنا مثلا مكان صغير كده على السطح، عشة مثلا، أوضة صغيرة خالص، طبعا ابتدي استغلها، انزل فيها واحضن كمية زي كده، مش هتبقى بإذن الله هتبقى ايه، سهلة وسريعة معانا، وهتبقى ربحها سهل وسريع معانا. يعني لو المكان مش متوفر عندنا مكان كبير او كده، لا هنقدر نشتغل ان شاء الله. يعني انا المكان اللي عندي برضو انا اوريه لكم. يا دوبك عشه صغيره كده على السطح، متر في مترين، زي ما انتم شايفين كده، متر في مترين. انا دي حضنت فيها من اول عمر يوم طبعا، وبعد كده ايه ابتديت ان انا افتح طبعا عليهم ويطلع على السطح. اشتغلت على الاساس دوت. ما شاء الله طلعت الدورة سريعة جدا. الابيض طلع معايا، الساسو طلع معايا، يعني الدورة سريعة، يعني الابيض على 35 يوم، الساسو على 45 يوم ل50. البط طبعا طلع معايا على 55 يوم او 50 يوم، بيطلع على 3 كيلو ل 3 كيلو ونص. الفراخ الهجين طبعا بتقعد شوية برضو، قعدت معايا ايه حوالي 60 يوم، جابت اوزان ما شاء الله كيلو وربع. الفراخ الرزي على 45 يوم بالظبط طلعت على بالظبط طلع كيلو وربع. ما شاء الله بتوزن معايا الفراخ في أقرب وقت. مشروع مربح جدا، وكل الأنواع بتبقى موجودة عندي، بشتغل على الأساس دوت، ودورتها سريعة وأرباحها سريعة جدا ومش مكلفة. نفسي كده كل واحدة فينا تبتدي تشتغل كده وربنا يوسع عليها بإذن الله. لو عندها مكان تبتدي فيه وتنزل معايا دورات كده، وهنشتغل مع بعض إن شاء الله. يا ريت كده تبتدوا معايا، ونشجع بعض كده ونشتغل ونوسع مشروعنا، وهيبقى بإذن الله فتحة خير علينا. يا ريت كده نكون استفدنا النهاردة بالفيديو بإذن الله، ويكون إن شاء الله إيه، أكون سبب كده في فتحة خير لحد إن شاء الله. أتمنى كده الفيديو يكون عجبكم النهاردة، وأتمنى لو انتوا أول مرة تدخلوا تشتركوا في القناة. ولو الفيديو عجبكم النهاردة يا ريت تدعموني بلايك. وأقول لكم كده إن شاء الله ربنا يكرمنا كلنا جميعا بإذن الله. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.